اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. مرحبا بكم اخواني المؤمنين والمؤمنات في فقرة جديدة زادك في دقائق. أهلا وسهلا بكم أعزائي إلى الحلقة السادسة من حلقات سؤال وجواب. السؤال يقول: السلام عليكم، معذرة شيخنا، أنا امرأة متزوجة وعندي بعض الأسئلة ممكن تجاوبني عليها. السؤال الأول: إذا كان زوجي خائن هل يجوز لي أن أمارس الخيانة مع رجل آخر؟ الجواب: نقول وعليكم السلام، لا يجوز ذلك شرعا، خصوصا إذا وصل إلى الزنا والعلاقات الجنسية، فإنه تترتب عليه بعض الآثار الشرعية من قبيل الحد. السؤال الثاني: إذا كان زوجي فاقد الشهوة ولا يستطيع الممارسة الجنسية هل يجوز لي أن أستعمل العادة السرية حتى أنزل المني؟ الجواب: لا يجوز ذلك. نعم يجوز إذا كان عن طريق جسد زوجك كيده مثلا. السؤال الثالث: إذا كان زوجي يكلم بنات وعنده أرقام لعلاقات غير شرعية هل يحق لي أن أكلم شباب وأعمل مثل زوجي؟ الجواب: لا يجوز لك ذلك، وكونه هو يفعل الحرام لا يسوغ لك فعل الحرام. السؤال الرابع: إذا كان زوجي ينظر إلى الحرام والأمور المحرمة هل يحق لي أنا النظر لذلك؟ الجواب: لا يجوز لك ذلك لأنه حرام. السؤال الخامس: هل يجوز لي الخروج من البيت من دون علم وإذن زوجي؟ الجواب: لا يجوز الخروج إلا بإذنه، ومن خرجت من دون إذن زوجها تلعنها الملائكة إلى أن تعود إلى بيتها كما في الرواية. نعم هناك اختلاف بين الفقهاء إذا لم يتنافى الخروج مع حق الزوج. نذكر في الختام هذه الرواية: من صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل آسيا ابنة مزاحم. وكذلك نقول: انتبهي أختي الزوجة، لا يكون الانتقام من الزوج على حساب الدين وفعل الحرام، بل ينبغي بالتفاهم والعقلانية وسلوك الطرق المشروعة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.